بسم الله ما شاء الله، شايفين الشكل والجمال والحلاوة دي؟ يلا بينا نبدأ وصفة النهاردة ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا كيلو من الأجنحة، غسلته كويس ونضفته وقسمته جزئين كده شكل ما انتوا شايفين، فصلت الأجنحة عن بعضها. معايا بولة نزلت بكوب زبادي، ربع كوباية زيت. والسر هنا في الباربيكيو صوص، الباربيكيو صوص جدا بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. معلقة معجون طماطم، ومعايا البهارات: معلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا، معلقة توم بودرة، معلقة بهارات فراخ، معلقة سماق، معلقة ملح. انزل بكل المكونات دي على الخليط اللي معايا ونمكس كويس جدا مع بعض. وانا هنا كنت ضفت ربع كوباية مية عشان ما احسش ان فيها تكتلات كويس جدا. ونزلت هنا بالاجنحة بتاعتي وغلفتها كويس بالصوص، قلبها كويس عشان تتغلف. سبتها ساعتين في التلاجة. ممكن تبيتوها ليلة كاملة براحتكم، او ممكن لو ما عندكوش وقت تعملوها على طول. انا سبتها ساعتين وجهزت البطاطس اللي هحطها في الصينية، قطعت البطاطس ونزلت فيها في التتبيلة وقلبتها كويس عشان تشرب من الصوص. وجبت طاسة او صينية زي ما توفر عندكم، دهنتها زيت وحطيت البطاطس ونزلت فوقها بالاجنحة، رصيت الاجنحة كويس ونزلت فوقها بالتتبيلة، حطيتها في الفرن. سامعين الصوت؟ ما شاء الله ما شاء الله، شكل وريحة وجمال يجوع والله. انا جوعت وانا بتكلم. وده كان الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله ما شاء الله، جربوها وهتدعوني ان شاء الله. من حلاوتها تتاكل لوحدها كده، لا محتاجه رز ولا محتاجه عيش. ولو ولادكم مش بيحبوها صدقوني بالوصفه دي هيأدمنوها. جربوها وادعوا لي. لو انت اول مره تشوفني، انا صفحه اكل بيتي، اتمنى انك تتابعوني كل يوم معايا وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.